استخدامات الماك ادرس بقى. ممكن على سبيل المثال انه يستخدم في التحليل الجنائي الرقمي. مثال عشان نفهم يعني ايه تحليل جنائي رقمي، انا افترض مثلا على سبيل المثال انا شركه حصل عندي اختراق، فهجيب حد من مختصين الشبكات او مختصين السايبر سيكيورتي، اقول له اعرف لي مين اللي اخترقني او ايه الجهاز اللي اخترقني. هو يبدا يفحص بقى ويدور من خلال الماك ادرس، يقدر يوصل للجهاز اللي اخترق ومكانه، يحدد مكانه فين بالظبط ويعرف هو من تصنيع شركه ايه. فده استخدام من استخدامات الماك ادرس. فعلشان كده الماك ادرس حتى لو انت عرفته ما تقولهوش لحد، لان اي حد لو عرفه هو فاهم في الموضوع ده هيعرف يعمل لك تراكنج وهيعرف يوصل لمكانك ويحدد مكانك فين انت بالظبط. فالماك ادرس حتى لو عرفته ما تقولهوش لحد ابدا. وفي وظيفه تاني للماك ادرس انك ممكن تحمي بيه الشبكه بتاعتك. انا مثلا شركه وعندي عدد من الاجهزه عايز اوصلهم في الشبكه ومش عايز حد من بره يدخل، حتى لو عمل اتصال بالشبكه من خلال مثلا الواي فاي او كابل الايثرنت ما يعرفش يستخدم الانترنت، حتى لو عمل اتصال ما يعرفش يستغل الانترنت، حمايه للشبكه بتاعتي عشان الشبكه ما تتعرضش لاختراق، لانه ما دام بقي داخل الشبكه ممكن يخترق اي جهاز فيه بسهوله اكبر. والقصه دي بتحصل من خلال البورت سيكيورتي، والبورت سيكيورتي ده بيحصل من خلال السويتش. هنعرف يعني ايه بورت سيكيورتي حالا دلوقتي. انا افترض مثلا عندي 5 اجهزه في الشبكه، هاخد الماك ادرس بتاع ال5 اجهزه اديهم في وايت ليست للسويتش، هقول له ما تديش انترنت او تتيح الانترنت غير للماك ادرس دول بس. حد دخل مثلا الشركه عندي وفك كابل ايثرنت من جهاز وحطه في اللابتوب بتاعه مثلا او اتصل بالواي فاي، فهيروح الماك ادرس بتاع جهازه للسويتش عشان يقول له دخلني للراوتر عشان اخد انترنت. فبالتالي السويتش هيبص في القائمه اللي انا عاطيها له ده مش موجود معاهم، يبقى مش هيديله انترنت. فده استخدام من استخدامات الماك ادرس برضه.